السلام عليكم. قبل ما نبدأ، القصة دي وصلت لي من واحد من المتابعين، وبصراحة أنا اترددت كتير قبل ما أحكيها، لأن التفاصيل اللي فيها مرعبة بشكل مش طبيعي، وخصوصا إن الراجل أكد لي إن كل كلمة حصلت فعلا، وإنه لحد النهاردة بيصحى من النوم مفزوع بسبب اللي شافه. ولو أنت بتسمع القصة دي دلوقتي بالليل، فانصحك تطفي النور وتحاول ما تبقاش لوحدك، علشان اللي هتسمعه النهاردة مش عن جن عادي ولا بيت مسكون. القصة دي عن دجال، لكن مش أي دجال، واحد كان بيعمل حاجات محدش يقدر يفسرها، وحياته انتهت بطريقة محدش قدر ينساها. يلا نبدأ. الرسالة وصلت لي الساعة 3 الفجر. كنت قاعد بمنتج فيديو قديم على اللاب، وفجأة إشعار ظهر قدامي على الفيسبوك: أرجوك اقرأ رسالتي كاملة، ولو اختفيت انشر اللي هكتبه. بصراحة افتكرت الموضوع هزار أو حد بيبالغ، لكن أول ما فتحت الرسالة حسيت إن في حاجة غلط. الراجل اسمه محمود من محافظة الفيوم، وكان بيقول إن حياته اتدمرت بسبب دجال مشهور في بلدهم اسمه الشيخ عمران. الغريب إن محمود كان كاتب الرسالة كلها وهو مرعوب، الجمل متقطعة وفي أخطاء كتير، كأنه بيكتب بسرعة وهو خايف حد يشوفه. بدأ كلامه بجملة غريبة جدا: لو سمعت صوت خبط على باب بيتك بعد ما تخلص القصة ما تفتحش. وقتها ضحكت، لكن بعد ما كملت قراية الضحكة اختفت. محمود قال إن الموضوع بدأ من حوالي 4 سنين. أمه كانت تعبانة جدا، والدكاترة قالوا إن حالتها النفسية سيئة، لكن أمه كانت مقتنعة إن حد عامل لها عمل. كل يوم تصرخ بالليل وتقول إنها شايفة ست واقفة في أوضة النوم، ست شعرها طويل ووشها محروق. أبوه حاول يوديها لدكاترة لكن بدون فايدة، لحد ما جارهم قال لهم على الشيخ عمران، وقال إنه بيعالج الحالات المستعصية وإن ناس كتير خفت على إيده. محمود وقتها كان رافض يروح، كان شايف إن كل الدجالين نصابين، لكن أول ما شاف أمه بتنهار قدامه وافق. بيت الشيخ عمران كان في آخر البلد جنب أرض زراعية مهجورة. الطريق ليه كان مرعب لوحده، مفيش نور، مفيش ناس، حتى صوت الكلاب كان غريب. محمود قال إنه أول ما وصل حس إنه مش قادر يتنفس. البيت قديم جدا والحيطان كلها سودة كأنها محروقة، لكن أغرب حاجة إن الشبابيك كانت متقفلة بخشب، ومع ذلك كان سامع أصوات ناس بتهمس من جوه. أبوه خبط على الباب، وبعد ثواني الباب اتفتح لوحده. محدش فتحه، الباب بس اتفتح ببطء. دخلوا. ريحة المكان كانت بشعة، ريحة بخور ممزوجة بحاجة شبه اللحمة المتعفنة، وكان في ممر طويل جدا في آخره نور أحمر خافت. وفجأة صوت راجل طلع من الضلمة. اتأخرتوا. محمود قال إنه اتجمد مكانه. الشيخ عمران ظهر فجأة من آخر الممر، طويل جدا، أطول من أي شخص شافه قبل كده، لابس جلابية سودة وعينيه حمرة بشكل مرعب. لكن اللي خوف محمود فعلا إن الشيخ كان عارف أسمائهم كلهم، مع إنهم أول مرة يشوفوه. بص لأمه وقال: انت اللي الست المحروقة بتجيلك صح؟ أمه بدأت تعيط فورا. الشيخ دخلهم أوضة صغيرة. الأوضة كان فيها رؤوس حيوانات معلقة وطلاسم مرسومة بالدم على الحيطان، وصندوق خشب كبير عليه سلاسل. الشيخ طلب من محمود يطلع بره، لكن محمود رفض. وقتها الشيخ بصله نظرة غريبة وقال: انت، هم شايفينك. الجملة دي فضلت ترن في دماغه. بدأ الشيخ يتمتم بكلام غير مفهوم. النور بدأ يضعف فجأة، والجو بقى أبرد بشكل مخيف. أمه بدأت تصرخ، وفجأة
الصندوق الخشب اتحرك لوحده. محمود شاف السلاسل بتتهز بعنف وصوت خبط بيطلع من جواه. أبوه جرى ناحية الباب علشان يخرج، لكن الباب كان مقفول. الشيخ فضل يقرا بصوت أعلى، وفجأة صوت ست طلع من الصندوق، سلسلة. محمود قال إنه عمره ما هينسى الصوت ده. كان صوت بشري، لكن في حاجة غلط، كأن أكتر من صوت بيتكلموا مع بعض. أمه وقعت على الأرض فاقدة الوعي، وفجأة كل حاجة سكتت تماما. الشيخ عمران بص لمحمود وقال: أمك مش معمولة، أمك مطلوبة. محمود سأله يعني إيه، لكن الشيخ رفض يجاوب وقال لهم يرجعوا بعد 3 أيام. وقبل ما يمشوا الشيخ قرب من محمود وهمس له: اوعى تبص تحت السرير الليلة. محمود رجع البيت وهو مرعوب، حاول يقنع نفسه إن كله تمثيل، لكن بالليل صحى على صوت نفس، حد بيتنفس تحت السرير ببطء. جسمه اتشل وحاجة بدأت تخبط من تحت السرير، وفجأة صوت ست طلع: بصلي. محمود غطى نفسه بالبطانية وقعد يقرأ قرآن بصعوبة. الصوت فضل مستمر لساعات، ولما أذن الفجر كل حاجة سكتت. لكن لما نزل من على السرير لقى آثار ضوافر وكلمة مكتوبة على الأرض بالتراب: شفناه. من الليلة دي حياته بدأت تتحول لكابوس. كان يشوف أشخاص واقفين في آخر الشارع ويختفوا، يسمع حد يناديه باسمه وهو لوحده. كلبهم مات بطريقة غريبة، لقوه متقطع في الجنينة. وأمه بقت أسوأ، كانت تقوم بالليل تمشي في البيت وهي نايمة وتتكلم بصوت راجل عجوز. وفي مرة دخل محمود أوضتها بالليل، لقاها واقفة في الركن ووشها للحائط وبتخبط دماغها فيه ببطء. ولما ناداها لفت رقبتها ببطء مرعب وقالت: هو عاوزك انت. بعدها بيوم قرروا يرجعوا للشيخ عمران، لكن أول ما وصلوا لقوا البيت فاضي، الحيطان متكسرة والأوضة اللي فيها الصندوق محروقة بالكامل. ولقوا راجل عجوز واقف بره البيت، قال لهم جملة خلت دم محمود يبرد: انتوا جيتوا متأخر، الشيخ مات من أسبوع. محمود قال للراجل إنه شافه من 3 أيام. العجوز سكت وبعدين قال: يبقى اللي شفتوه ما كانش الشيخ. العجوز حلف إن الشيخ عمران مات محروق جوه البيت بعد ما الناس سمعت صراخه طول الليل. والأغرب إنهم لما دخلوا أوضة الطلاسم لقوا على الحيطة أسماء ناس كتير مكتوبة بالدم، ومن ضمنها اسم محمود مكتوب بتاريخ اليوم. هنا محمود بدأ ينهار نفسياً، بقى يحلم نفس الحلم كل ليلة، يشوف نفسه واقف في مكان ضلمة وحوله ناس كتير وشوشهم مش واضحة، وفي آخر المكان شخص طويل جدا واقف ساكت. كل ليلة كان يقرب أكتر، لحد ما في مرة صحي لقى آثار طين على أرض الأوضة، كأن حد كان واقف جنب سريره. محمود حاول ينسى الموضوع، سافر اشتغل في القاهرة، لكن الحاجات الغريبة فضلت تحصل. في الشقة الجديدة كان يسمع خبط الساعة 3 الفجر بالظبط، ولما يبص في العين السحرية يشوف راجل طويل لابس جلابية سودة، لكن لما يفتح الباب محدش يكون موجود. وفي ليلة سمع صوت أمه بتنده عليه من المطبخ، مع إن أمه كانت في الفيوم. راح ناحية المطبخ ببطء وشاف شخص واقف ظهره ليه، افتكرها أمه، لكن لما الشخص لف وشه ما كانش عنده عيون، بس ابتسامة طويلة مرعبة. محمود جري من الشقة، ومن يومها ما بقاش ينام لوحده، لكنه بدأ يلاحظ حاجة أخطر:
أي شخص يقرب منه يحصل له مصيبة. صاحبه عمل حادثة، خطيبته دخلت المستشفى بعد ما قالت إنها شافت راجل طويل واقف جنب محمود طول الوقت. حتى أبوه مات فجأة وهو بيصرخ: ابعدوا عني. بعد موت أبوه، محمود رجع بيتهم القديم وكان لازم يعرف الحقيقة. بدأ يدور على أي معلومات عن الشيخ عمران واكتشف مصيبة. الشيخ ما كانش دجال عادي، كان بيعمل طقوس لتحضير خدام، وكان محتاج أشخاص معينين عندهم قابلية للحاجات دي، والظاهر إن محمود كان واحد منهم. وفي ليلة لقى ورقة قديمة بين حاجات أبوه، كانت عقد مكتوب فيه اسم أبوه واسم الشيخ عمران، وفي آخر الورقة جملة: الولد مقابل الشفاء. محمود حس إن الدنيا بتلف بيه، أبوه كان مقدمه للشيخ. من اللحظة دي الأحداث بقت أسوأ، خطوات فوق السطح رغم إن البيت دور واحد، المرايات بتظهر وشوش غريبة، وفي مرة صحي لقى نفسه واقف قدام المقبرة القديمة وماسك في إيده مفتاح صديق. المفتاح ده كان بداية النهاية، لأنه فتح غرفة تحت بيت الشيخ عمران، غرفة محدش كان يعرف بوجودها. محمود دخلها لوحده وقال إن اللحظة دي هي أكبر غلطة في حياته. السلم كان نازل لتحت لمسافة طويلة، ولما وصل لقى أوضة واسعة تحت الأرض، حيطانها كلها طلاسم، وفي النص كرسي حديد مربوط عليه هيكل عظمي لابس جلبية سودة. وفجأة الباب اتقفل وراه، النور طفى، وصوت الشيخ عمران طلع في الضلمة: اتأخرت يا محمود. محمود بدأ يصرخ ويخبط على الباب، لكن الصوت ضحك ضحكة مش بشرية، وبدأ يسمع أصوات ناس بتهمس: هو البديل، هو البديل. فجأة النور رجع ولقى الهيكل العظمي مش على الكرسي، كان واقف قدامه. الهيكل قرب منه ببطء، ولما بقى قدامه مباشرة سمع صوت نفس تحت ودنه: مكاني، جه دورك. وفجأة كل حاجة اسودت. محمود قال إنه صحي بعدها بيوم كامل مرمي بره البيت، لكن من يومها بدأ يشوف الشيخ عمران في كل مكان، في المرايات، في الشارع، حتى في أحلامه. وكان كل يوم يصحى يلاقي علامات جديدة على جسمه وطلاسم محفورة على جلده. آخر جزء في الرسالة كان أغرب حاجة. محمود كتب: لو الرسالة وصلت لك فده معناه إنه بدأ يدور على حد جديد. وبعدها بعت صورة ضلمة جدا، لكن لما زودت الإضاءة قلبي وقف. كان في شخص طويل واقف ورا محمود، لابس جلبية سودة ووشه محروق بالكامل. حاولت أبعت لمحمود بعدها، لكن الحساب اختفى كأنه ما كانش موجود أصلا، وما لقيتش أي أثر للصورة ولا للرسائل. لكن في حاجة حصلت بعدها بيومين خلتني عمري ما انسى القصة دي. كنت قاعد بمنتج الفيديو بالليل، وفجأة سمعت خبط على باب الشقة. الساعة كانت 3 الفجر بالظبط. رحت أبص من العين السحرية، ووقتها شفت راجل طويل واقف بره، لابس جلبية سودة ومبتسم. ولو القصة عجبتك ما تنساش اللايك والاشتراك.